القرار الوحيد اللي عمرك ما هتندمي عليه في حياتك وهي انك تكوني انسانة مستقلة ماديا. يعني ايه مستقلة ماديا؟ يعني بتعرفي تدخلي فلوس، وده الطريق الوحيد للحرية. ده الطريق الوحيد اللي هيخديكي خيارات في الحياة، عندك اوبشن في الحياة. عمرك ما هتكوني مضطرة على ريليشن شيب توكسيك، بيئة عمل توكسيك، حياة انت رافضاها. كل ده الفلوس هتديكي خيارات ان انا مش عايزاها، اقدر اقول سوري انا مش عايزة الشغل ده، مش عايزة الشخص ده، مش عايزة الحياة دي. هي دي فلوس هتديكي حرية. انت عمر ما حد هيقدر يجبرك على حاجة وانت عندك فلوس. طب انا ازاي هعمل فلوس في 2026 في الاي اي، في السوشيال ميديا، في كل الطرق دي وانتي مش عارفه تعملي فلوس؟ فالمشكله عندك. انا النهارده في الفيديو ده مش جايه اكلمكم ازاي تعملوا فلوس، انا جايه اقول لكم الفلوس هتعمل لكم ايه. وانا مش جايه اقول لكم انه تروحوا تجيبوا الشنطه الغاليه، تروحوا تجيبوا شنطه من ديور ولا من ارماز، ولا ان انتوا تلفوا العالم. انا هقول لك اساسيات الحياه. عمر ما يكون خطتك المالية هي انك تتجوزي واحد غني او تتجوزي واحد يصرف عليك، عمر. لان ده هيبقى سبب تعاستك في حياتك. انا مش بقول ما تتجوزيش، اتجوزي وعيشي حياتك، بس لازم يكون عندك خطة مالية، لازم يكون بتعرفي تعملي فلوس، لازم تكوني مستقلة ماديا. لان ده اللي هيديكي اوبشن في الحياة، ده هيديكي خيارات في الحياة. لو اتجوزتي شخص وطلع مش كويس هتعرفي تمشي، لو جوزتي شخص وظروفه بقت وحشه هتعرفي تسنديه، لو جوزتي شخص وظروفه كانت وحشه تعرفي تجيبي لعيالك الحاجات اللي انت عايزاها. بعيدا عن الجواز، الفلوس هتديكي حريه، ممكن تساعدي اهلك. في بنات بيبعتوا لي احنا اهالينا تعبانين، احنا عايزه اساعد اهلي، عايزه اوفر لهم حياه احسن، عايزه اسهل الحياه على نفسي. يعني عايزه اقول لكم ايه، مش اقول لكم رفاهيات، اقول لكم اساسيات. اما تتعبي تروحي مستشفى نظيفه، لما يكون عايزه تجيبي حاجه لاهلك هديه، عايزه توفري لهم حاجه تريحهم اكتر، عايزه تكافئيهم على تعبهم معاكي، هتقدري تعملي ده. ده شعور لا يوصف، حلو قوي، حلو، مفيش حاجه تعوضه. ان انتي تعملي حاجه حسسي اهلك، تعوضيهم عن تعبهم في حياتهم بان انتي تكافئيهم بحاجه. ده شعور لا يوصف. فالفلوس هتخليكي عايشه مرتاحه. الفلوس ايفن تخلي جهازك العصبي مرتاح. يعني ايه؟ لما ابقى واقفه على السوبر ماركت مثلا وجايبه حاجات للبيت، مش هبقى واقفه خايفه الاي تي ام هتسحب الفلوس اللي فيها تكفي ولا لا. لا، انت عارفه انه في الفلوس اللي فيها تكفي واضعاف كمان. انت عارفه انه لو حد تعب من عيلتك هتقدري توقفي معاه وتوديه مستشفى كويسه. انت هتعرفي تسندي نفسك. ولادك لو احتاجوا حاجه هتقدري تجيبي لهم الحاجه اللي هم انت عايزاها، اللي هم عايزينها. وانا عارفه يعني ايه ام يبقى عندها ولاد وعايزه تجيب لهم حاجات كتيره ومش قادره تعمل كده. فالفلوس بتديكي طاقه، بتديكي باور فظيع. وحتى لو مش عشان الفلوس، ان انت تدوري على طريقه تجيبي بيها فلوس وتلاقي طريقه تناسبك، تناسب هوايتك وكينونتك كبني ادمه ومهاراتك، وتطلع الشغف اللي عندك دي. ده هتخليكي تكتشفي نفسك. يعني في حاجات الانسان ما بيعرفش يكتشف فيها نفسه الا لما يتحط في موقف معين. فانت هتكتشفي نفسك وانت عماله تدوري في ده وتدوري في ده وتدوري في ده وتدوري في ده، هتعرفي تكتشفي نفسك. عايزه اقول لكم ان انا جربت كل الطرق عشان اقدر ادخل فلوس، ان انا اتعلم حاجه واكون حاجه انا كمان بحبها. انا مهندسه، واول ما اتخرجت اهلي رفضوا ان انا اشتغل في القاهره وان انا اعيش لوحدي. وقتها كانوا رافضين ان انا كنت صغيره وانا اصغر من دفعتي بسنه، فكانوا خايفين عليا. كنت عايشه في السعوديه حياه مقفوله، فما كانش عندي اوبشنز ان انا اتعامل مع الناس واروح واجي، فخافوا ان انا اعيش لوحدي. اول ما اتخرجت شويه بدات الكورونا. اول ما بدات الكورونا طبعا كلنا قاعدين في البيت، ما عرفتش اعمل حاجه. فتحت شركه اونلاين، شركه ماركتينج، وعملت 3 كامبين مع عيادة تجميل، عيادتين تجميل، وبراند مغربي بتاع سكين كير وحاجات كده. وما عرفتش اكمل، وقفت. ما عنديش خبرة، ما عنديش ناس اعرفهم، ما عنديش اي حاجة اعملها. طب تعملي ايه يا شروق؟ رحت واخدة كورسات في الديجيتال ماركتينج، التسويق الرقمي. واخدت الكورسات دي كانت بالتعاون مع وزارة الاتصالات. اخدت كل المستويات، اخدتها وخلصتها، ورحت قلت لا انا هشتغل في شركه ماركتينج عشان لما اجي افتح شركه ابقى عارفه انا افتحها ازاي. اشتغلت مع 3 شركات ماركتينج في نفس الوقت. كنت بعمل كونتنت على السوشيال ميديا، محتوى، واصور اوتفيت ويبعتوا لي اعلانات واعمل اعلانات. اشتغلت مع شي ان ومودونيسا وحاجات كتيره قوي، تقدروا تشوفوا السوشيال ميديا بتاعتي وتتفرجوا عليها يعني. وبعد كده
ما عجبنيش شغل الشركات لان انا في اسكندريه، ولو انت مش في العاصمه بتاعت بلدك فانت مش هتلاقي شغل كويس، مش هتلاقي شغل في شركه كويسه، ده صعب جدا. وعلى فكره يعني انا سالت ناس حتى في الخليج، في اوروبا، في اي بلد، انت لو مش في العاصمه وبنت ومش ساكنه في العاصمه بتاعت بلدك فمستحيل تلاقي شغل بوظيفه حلوه بمرتب حلو باي حاجه، صعب. فانا قلت انا مش هشتغل في شركات تانية وانا هبتدي اشتغل فريلانسر. كنت بشتغل فريلانسر، وبعد كده طبعا بعمل كونتنت، وبعد كده فتحت براند، فتحت براندين، فتحت 3 براندات. كل ده انا جربت اليو جي سي، جربت ان يكون اونرز لبراند واقعد اجيب براندات واسوق ومش عارفه ايه. جربت كل حاجه عشان الاقي ايه الطريقه اللي ممكن تدخلي فلوس واطلع فيها شغفي وهوايتي، وفي نفس الوقت اكون حاجه انا بحبها، حاجه انا قادره ابدع فيها. لازم تجربي كل حاجه، مفيش حد هيجي يقولك دي حاجه مناسبه ليكي. ما بنزل فيديو على يوتيوب واقول انه في طرق ان انتوا تقدروا تدخلوا فلوس عن طريق الاي اي، ناس تكتب لي نصب، ده كذب، كلكم بتقولوا كده عشان المشاهدات ومش عارفه ايه. عايزه اقول لكم ان مشاهدات اليوتيوب ما بتدخلش فلوس، بتدخل ملاليم حرفيا. وعايزه اقول لكم انه ما فيش حد هيقول لكم الطريقه انه انا هتدوسي على اللينك ولا تتفرجي على فيديو وخلاص انت هتعرفي تدخلي فلوس. لا، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. انت هتقعدي وتكتشفي نفسك وتشوفي ايه الحاجه اللي مناسبه معاكي. انا مع ان انت تلاقي سكيلز تقدري تسوقيها وتقدري تشتغلي من بيتك. انا ضد انه البنت تتبهدل من 9 ل5 في الاخر تاخد ملاليم، انا ضد ده. لو في شركه كويسه اوكي، لكن ما فيش، طب ليه ما تقعديش تتعلمي؟ في مليون طريقه. انا منزله على قناتي لوحدها 10 طرق. سيبكم من قناتي، بلاش افتحي اي تولز اي اي واكتبي، قولي له اعمل لي اختبار نفسي واعمل لي اختبار اقدر اكتشف بيه ايه مهاراتي، ايه الحاجه اللي ممكن اقدر اطلع منها فلوس، ايه اللي يناسبني، تصوير، يو جي سي، ايه اللي بحب الطبخ، تقدري تعملي محتوى طبخ، تقدري تعملي اي حاجه انت عايزاها. في ناس بتعمل فلوس من حاجات انتوا مش متخيلينها. تخيلوا في ناس بتعمل فلوس من ان هي بتتفرج على افلام وتقول رايها، او ناس بتلخص افلام وتقول رايها، ناس من اللي هم ستريمر وبيعملوا جيمنج ويتفرجوا على يلعبوا جيم ويكونوا فاتحين لايف كده والناس تتفرج عليهم، بيعملوا فلوس. تقدري تعملي فلوس من مليون طريقه. المهم انك تلاقي فيها شغفك، تلاقي فيها حاجه انت بتحبيها وتقدري تبدعي فيها. بتحبي الطبخ، تعلمي طبخ. عندك لغات وشاطره في اللغات، تقدري تعملي كورس اونلاين وتبيعي للناس وتسوقي الكورس بتاعك. بتحبي كروشيه وشاطره في الكروشيه، شوفي الحاجات الترند، الحاجات اللي على تيك توك الترند، الناس بره بيعملوا ايه، الاشكال اللي بيعملوها وتروحي متعلماها وعاملاها في كورس، او ممكن تعمليها انت وتبيعيها. في مليون طريقه، مليون طريقه حرفيا، والله ما بأفور، في طرق كتيره قوي. انت اختاري اللي يناسبك، اللي في شغفك، وجربي، مش هتخسري حاجه. يعني انا لما جربت الحاجات دي كلها خسرت ايه؟ اديني قاعده بنقلها للناس، واديني لما بتكلم في موضوع انا عندي خلفيه عن موضوعات كتيره قوي. لما باجي اعمل او اشتغل، عارفين ان شروق عارفه في حاجات كتيره فهيرجعوا للشروق دي. كل دي اكسبيرينس فادتني انا، بغض النظر بقى ان هي فلوس، بغض النظر ان انت هتكتشفي هوايتك او لا. الطريقه اللي انت وانت بتدوري هتكتشفي نفسك. وحتى ايا كان بقى، حتى لو انت غنيه، حتى لو اهلك معاهم فلوس، دي حاجه ليهم علاقه بيها، هم عملوها في حياتهم ونجحوا فيها، انت لازم تعمليها. لازم تعرفي ايه الطريقه اللي تناسبك. الطريقه اللي ناسبت اهلك مش هتناسبك، ممكن تناسبك زيهم، الله اعلم. اللي يخلي بنت الملياردير محمد العبار، صاحب مراسي، صاحب شركه اعمار اللي عامله مراسي، اعمار اللي في دبي، اعمار اللي في تركيا، صاحب نون. يعني تخيلي انت كده ابوكي ملياردير وتروحي تدوري عشان تعملي بيزنس اونلاين ويدخلك فلوس. تخيلي. محمد العبار قاعد بيحكي عن بنته، كان في ايفنت لنون، بيقول انه تقدروا تعملوا سيرش على تيك توك او على اي حاجه وتشوفوا الفيديو. قاعد بيقول بنتي شايفها رايحه جايه بالبيجامه وعماله تعمل. قلت لها بتعملي ايه؟ قالت له عامله مشروع اونلاين للجولري، بتعمل تصميمات، والناس لما بتعجبهم تخليهم يدفعوا ديبوزيت، وهي من الديبوزيت ده بتبعت للشركه ان هم يصنعوها لها، وفي الاخر لما يروحوا يستلموا الجولري بيدفعوا باقي المبلغ. قال لها انت عامله كام؟ قالت له انا عامله مليون. معرفش مليون دولار ولا مليون درهم، مش عارفه، بس ايا كان. قاعد بيحكي عن بنته بدون راس مال، بدون اي حاجه. هي ما خدتش حاجه من ابوها، هي بتاخد التصميم ولو هم عجبهم بيدفعوا ديبوزيت. واحده ابوكي ملياردير
ايه اللي مخليها تعمل كده؟ عشان ده طريقك انت، طريق لتكتشفي مين نفسك. هتطلعي نسخه احلى بكتير وانت قاعده بتدوري على النسخه اللي بتناسبك. بنت بيل جيتس ما رضتش ان هي تاخد فلوس ابوها، ابوها مليونير، ما خدتش فلوس ابوها، عملت ابلكيشن بالاي اي ليه علاقه بالفاشن، ازاي تختاري ويجيب لك ارخص قطعه شبه القطعه اللي انت عايزاها. ابوها بيل جيتس، يعني هي مش محتاجه اي حاجه في حياتها. انتوا متخيلين؟ وراحت عملت حاجه اسمه فيبي تقريبا، انا بحط لكم صورته. لازم تكتشفي رحلتك بنفسك، تكتشفي نفسك بنفسك. الموضوع اكبر من ما هو فلوس واكبر من ما هو حريه، هو انت تكتشفي نفسك واستغلي التولز اللي عندك. تقولي اصلا ساكنه في مدينه مش صغيره، لا عادي، انا ساكنه في مدينه صغيره وقاعده بجرب وبحاول. طب انا اهلي بيمنعوني اني اطلع على السوشيال ميديا. عندك الاي اي، تقدري تعملي شخصيات بالاي اي وتسوقي للمنتجات اللي انت بتبيعيها. ايا كان الطريق، استخدمي التولز المتاحه عندك، وربنا والله العظيم اقسم بالله مهما كان ان انت ما عندكيش ادوات ان انت تعملي اي حاجه، او ما عندكيش فرص، مهما كانت فرصك قليله في الحياه، اسعي وهتلاقي ربنا بيفتح لك ابواب انت ما تعرفيش هي اتفتحت منين. والله العظيم ابتدي بالحاجات المتاحه عندك. يعني انا ايه المتاح عندي؟ متاح عندي لابتوب، موبايل، واي فاي. ابتدي من هنا. اهلك يمنعوكي تطلعي من على السوشيال ميديا، خلاص انا مش هطلع على السوشيال ميديا، انا هستخدم شخصيات اي اي تطلع على السوشيال ميديا. طب انا هستخدم صوتي، اهلي مسموح لي انا استخدم صوتي؟ لو وافقوا تمام، ما وافقوش هستخدم الاي اي، هخش اتعلم. عندكم مليون طريقه. انا دلوقتي لو في 2026 وهبتدي من الصفر، يعني انا ما عنديش اي حاجه، ما عنديش اي مصدر دخل، مش عارفه اعمل ايه، همسك افتح اللابتوب، اخش على يوتيوب ايه طرق ربح اونلاين. هيطلع لك ناس لا ما عجبنيش المحتوى العربي، اشوف المحتوى الاجنبي واكتب. اخد عندي كده نوت، اكتب كل طريقه هما بيقولوا عليها. اكتبي لسته طويله فيها كل الطرق اللي فيها ربح اونلاين، اتعلميها وشوفي. اول ما تبتدي ده، لا مش مناسباني، دي مش مناسبه. شو انا بحب التصوير، يبقى انا هشوف ايه التصوير اللي بيناسبني. اخش واشوف مين التوب في المجال ده، المجال اللي انت عايزه تدخلي منه فلوس، مين التوب فيه. خشي اساليه، لو ما ردش عليكي تابعي ستوريهاته، تابعي البوستات اللي بينزلها، تابعي محتواه، شوفي ايه الحاجه اللي هو بيعملها واعملي شبهها لحد ما ربنا يوفقك. ان انت تعرفي تعملي فلوس دي رحله فرديه 100%. ليه؟ محدش هيشدك من ايدك يقولك تعالي جربي ده، تعالي جربي ده. لا، الدنيا اتغيرت، كل حاجه اتغيرت. لسه بيسالوا سويرس، وده من اغنياء مصر اكيد انتوا عارفينه يعني، ومن اغنياء العالم كمان، ازاي الواحد يعمل اول مليون ليه. قال دلوقتي انا ما اقدرش اقول لكم انا ازاي، انا على زمني كان الناس اللي بتشتغل في الاستثمارات والناس اللي بتشتغل في الذهب. دلوقتي الدنيا اتغيرت، دلوقتي بقى عندكم كل حاجه قدامكم، كل حاجه تقدروا تعملوها من بيتك، من اوضتك. انا بشتغل اونلاين، بعمل اونلاين، بعمل استشارات اونلاين، بعمل كل حاجه من بيتي من اوضتي. انت كمان تقدري تعملي كده. انا عايزاكي تبتدي وتجربي. انا كل يوم بيجيلي رسائل احنا عايزين نشتغل. طب خشي وجربي. انا ما بلاقيهمش يسالوني على مثلا سكيلز معين، مهاره معينه، هما بيقولوا لي عايزين نشتغل. انا ما عنديش شغل، ما عنديش وظايف، لو عندي يا ريت والله العظيم، بس انا بقول لكم على طرق. انتوا خشوا واعملوا سيرش وشوفوا ودوروا واختاروا الحاجه اللي تناسبكم. انا لو عندي شغل اكيد هنزل لكم، وما بلاقي فرصه بنزلها على الجروب بتاعنا، بس محدش هيقدر يقولك تعملي ايه خطوه بخطوه. هيساعدك ان انت مثلا تكسبي من الاي اي، هيساعدك ان انت مثلا تعرفي يعني ايه UGC زي ما انا شرحت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، بس محدش هيقولك ايه اللي يناسبك انت، لانك انت اللي لازم تعرفي ايه اللي يناسبك انت بس. وان شاء الله يا رب ربنا يحقق احلام كل البنات، كل الستات اللي في الدنيا. وبس ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. انا حبيت اتكلم الفيديو ده معاكم كده بدون اي حاجه، بدون معلومات، بدون اي حاجه، عشان تكتشفوا نفسكم بس.